سلوفاكيا يمكن مش من الدول المشهورة قوي اللي كل الناس بتروحها او كده، ولكنها كمان من اغرب الدول اللي موجودة في اوروبا. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم عن اغرب المعلومات المهمة تعرفوها عن سلوفاكيا، وكمان هاخدكم في رحلة حوالين براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا. براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا هي العاصمة الوحيدة في العالم اللي على الحدود مع دولتين تانيين، المجر والنمسا. ودي حاجة غريبة لأن الدول عامة بتحاول تخلي العاصمة موجودة في قلب البلد بحيث انها تكون بعيدة عن الحدود عشان لو حصل احتلال او اي حاجة من كده، ما عدا هنا في براتيسلافا. انا دلوقتي في ديفن، ولا تعتبر ضاحية تقريبا حوالي 20 دقيقة بالاتوبيس من براتيسلافا نفسها. فرايحين عشان نشوف حاجة اسمها ديفن كاسل. سلوفاكيا تعتبر اكتر دولة في العالم فيها كاسلز بالنسبة لحجمها وعدد سكانها. انت متخيل ان هنا في اكتر من 180 كاسل في دولة عدد سكانها اقل بكتير من عدد سكان نيويورك. مدينة ديفن كان ليها اهمية كبيرة جدا في العصور القديمة، وعشان كده كانوا مهتمين جدا بتأمينها، وعشان كده بنوا الكاسل اللي انا واقف فيه دلوقتي. وده كان بسبب ان المدينة دي بتعدي على طريقين اللي هم امبر رود والدانوب رود، والاتنين دول يعتبروا كانوا من اهم الطرق التجارية في المنطقة الاوروبية كلها. الجو فظيع الصراحة، فجأة قلب والدنيا اتبهدلت خالص. بس عامة طبعا انتم مش شايفين عشان الشمسية، بس انا مش هقدر اشيلها. المكان يعني اللي انا ماشي فيه دلوقتي ده يقال ان هو كانت اوضة السلاح، يعني زي مخزن السلاح، وهم بيقولوا ان دي من القرن ال17. والسبب ان هم قالوا ان دي كانت اوضه تخزين السلاح هو ان هي مستخبيه جنب الحيطان العاليه دي، فكانوا بيقولوا ان ده نوع من تأمين مخزن السلاح يعني. المكان اللي انا فيه دلوقتي ده يعتبر اعلى مكان موجود في الكاسل كله، وده طبعا لانه هو القصر بتاع الحاكم اللي كان بيحكم المكان هنا، وده عشان يكون طبعا اكتر مكان مؤمن في المكان. فعايز بقى اوريكم حاجة حلوة جدا، وهي الفيو بتاع بلكونة القصر اهو، نهر الدانوب، منظر تحفة والهواء هيبهدلنا. ورجعت تاني للسيتي سنتر واشتريت بتاع ده بالجبنة اسلي فيه وقت شوية كده لحد ما نلاقي مطعم ونقعد ناكل بقى اكلة محترمة كده شوية. بعد المشي وطلوع حبة حلوين، انا كنت تحت خالص، شايفين كنت تحت خالص عند المية دي. دلوقتي انا عند براتيسلافا كاسل، اهم كاسل تقريبا موجود في العاصمة براتيسلافا. من اول الفيديو انا اقول لكم ان سلوفاكيا فيها كاسلز كتير جدا ومباني قديمه وتاريخ وحاجات زي كده، ولكن سلوفاكيا برضو فيها مناظر طبيعيه حلوه جدا. ومن الحاجات الغريبه في سلوفاكيا رغم ان حجمها صغير الا ان فيها اكتر من 6000 كهف. في اواخر القرن ال12 الملك اندرو الثالث ادى امتياز مهم جدا لمدينه براتيسلافا، وسمح لهم ان هم يبنوا حصن حوالين المدينه يحميهم من اي اعتداء خارجي. وفعلا في اواخر القرن ال13 مع بدايات القرن ال14 خلص السور اللي حوالين مدينه براتيسلافا القديمه، واللي دلوقتي بقى اسمه ذا سيتي وولز، وهو موجود حوالين الاولد تاون كلها. انا حاليا في المول
عشان بشتري حاجه كده للكاميرا. وبما اننا في المول فخليني اقول لكم على حاجتين. اول حاجه وهي الفلوس. وفي 2009 سلوفاكيا قررت تتخلى عن الكورونا السلوفاكي بعد 16 سنة وتغير لليورو. وده في حد ذاته حاجة غريبة جدا، لأنه يخلي سلوفاكيا أكتر دولة في أوروبا محاطة بدول ما بتستخدمش اليورو. يعني كل الدول اللي حوالين سلوفاكيا ليها العملة الخاصة بتاعتها ما عدا النمسا هي الوحيدة اللي بتستخدم اليورو زي سلوفاكيا. والتاني حاجة وهي البنات، لأنه على حسب التصنيفات العالمية البنات السلوفاك يعتبروا من أحلى البنات في العالم. وعلى حسب رأي الأوروبيين إن هم أي ولد أو أي بنت أنت بتشوفهم حلوين فلازم تعرف إن ليهم جين أصله سلوفاكي. وهم بيقولوا أصلا إن أنجلينا جولي أصلا حلوة عشان جدها كان سلوفاكي. يعني هو تحس ان في عنصريه في الموضوع شويه، بس قشطه كل واحد وليه رايه. انا مثلا بشوف ان البنات المجر احلى كتير من السلوفاك عادي جدا يعني. انا خلاص خرجت من المول وحاليا راجع تاني للمدينه القديمه او للمدينه الاثريه. وهو ببساطه اللي بيفصل ما بين المدينه السكنيه والمولات واللي الناس عايشه فيه وما بين المدينه السياحيه هو بالظبط الكوبري اللي احنا ماشيين عليه ده. وادي المنظر بالليل من نهر الدانوب. لكن موضوع يعني 10 دقايق مشي تقريبا هكون موجود في المدينة القديمة تاني. ومن أغرب الحاجات في سلوفاكيا إن أشهر تمثال موجود في البلد مختلف تماما عن أشهر التماثيل اللي موجودة في بلاد تانية. يعني أي بلد بيكون أشهر تمثال فيها عبارة عن بطل حرب أو قائد ثورة، أو حتى لما بيختاروا حيوان بيكون رمز لقوة الدولة. ولكن هنا في سلوفاكيا الموضوع مختلف تماما، لأن أشهر تمثال موجود في سلوفاكيا هو تمثال لعامل المجاري اللي طالع من البلاعة ده. ومن احلى الحاجات ان التمثال ده اتعمل سنة 1997 كنوع من تكريم لعمال المجاري، ولكنه مع الوقت بقى يسبب مشكلة لأي حد بيسوق عجل او موتوسيكلات في المنطقة هنا، لانه ما بيشوفوش وبيتكعبل فيه. ولكن الحل كانت حاجة مضحكة جدا، وهو ان الحكومة راحت عاملة اليافطة دي ان في حد بيشتغل. الحد اللي بيشتغل هو التمثال نفسه. تحس التمثال بيضحك. وبعد يوم طويل من المشي في البرد اللي ورا ده لقيت مطعم سلوفاكي تحت الارض. يعني احنا دلوقتي حاليا تحت الارض بتاعه المدينه القديمه. وهضرب اول حاجه الشوربه بتاعتهم، هي عباره عن شوربه خضار وعليها نودلز، فان شاء الله هتبقى حلوه. هي اي حاجه دافيه في البرد ده اكيد هتبقى حلوه يعني. دلوقتي ده الطبق الرئيسي فهجربه معاكم. بص، دي عبارة عن بطاطس وجواها جبنة معزة وعليها ساور كريم وبصل. حلوة جدا. هما بيقولوا ان الجبنة يعني جبنة المعزة اللي بالطريقة دي مش بتتعمل في اي مكان تاني غير في سلوفاكيا. بعد ما خلصت لف في المدينة رجعت للهوستل، خدت حاجتي ودلوقتي طالع على محطة الاتوبيس عشان نسافر لمدينة جديدة ان شاء الله. ولكن خليني قبل ما اقفل اقول لكم على اخر معلومة غريبة. وزي ما قلت في الاول خالص، مش ناس كتير تعرف عن سلوفاكيا، وفي ناس كتير بتتلخبط ما بين سلوفاكيا ودول تانية. ولكن اكتر حاجة بتلخبط الناس هي سلوفاكيا مع سلوفينيا، لدرجة ان كل شهر موظفين السفارة بتوع سلوفاكيا بيتقابلوا مع موظفين السفارة بتاع سلوفينيا ويقعدوا يراجعوا الايميلات اللي جات لكل بلد بالغلط. يعني واحد كان عايز يبعت لسلوفاكيا راح بعت لسلوفينيا وهكذا. فواضح ان مش ناس كتير تعرف عن سلوفاكيا وسلوفينيا. وبس، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واعملوا سبسكرايب او اشتراك في قناة اليوتيوب عشان تشوفوا كل الفلوجات والفيديوهات اللي جاية. اشوفكم في فيديو جديد او في فلوج جديد، وسلام. اروح انا بقى الحق الاتوبيس عشان اسافر.